أشرف حكيمي إلى ريال مدريد. نصف المغاربة ونصف المشجعين ديال ريال مدريد كيتسناو هذا الخبر من بعد الإصابة الخطيرة اللي تعرض ليها الظهير الأيمن ديال النادي الملكي داني كارفاخال. الغياب ديالو غادي يكون على الأقل 10 شهور إلا ما كانش واحد العام. وما تنساش على أن التقدم ديالو في السن زائد على أن هذه الإصابة هذه كتأثر بزاف على المستوى والمردود ديال اللاعب حتى ملي كيتعافى وكيرجع. خلى الصحافة حاليا كتقلب على شكون يقدر يكون البديل ديالو في النادي الملكي. كاين بلاتي واحد الدقيقه، اول حاجه قامت بها ريال مدريد من بعد اعلان الاصابه ديال كارفاخال هو ان اعلنت تجديد العقد ديالو. يعني اداره المدريد كتبغي تقول للمشجعين ديالها على انها مازال كتامن باللاعب الاسباني. اصلا كاينه اشاعات كتخرج هذه الايامات هذه كتقول على ان اداره مدريد كتحاول التواصل مع ترينت الكسندر ارنولد اللي غادي ينتهي العقد ديالو مع ليفربول في صيف 2025. وبطبيعه الحال فلورنتينو بيريز كيموت على شي حاجه سميتها فابور. اما فيما يخص اللاعب ديال المغربي اشرف حكيمي فراه تيأكدها فابريتسيو رومانو ان اللاعب ديال المغربي باغي يستمر مع باريس سان جيرمان وقريب يجدد العقد ديالو معهم لسنتين اضافيتين. فريق اوروبي كبير مهتم بالتعاقد مع ابراهيم دياز. طارق سكيتيوي اعلن عن اللائحه ديال المنتخب والمزيد من الاخبار الاخرى. من الفيديو حتى الاخر غنشرح لك كلشي. حكيم زياش عاد الى التدريب الجماهيري في خط الفريق ديالو غالاتا سراي وكيوجد باش يرجع الى الميادين. رسميا هادو اللي كتشوفوا هنا في الصوره هما الاقمصه الجديده ديال اديداس للمنتخب الجزائري لكره القدم. ديك التوني في الابيض اللي على ما اظن غادي يكون هو التوني الاساسي. المهم تيبان التوني التصميم ديالو الديزاين ديالو عادي والالوان عاديه، ولكن التوني الثاني بصراحه يعني الديزاين ديالو التصميم اختيار الالوان داكشي متناسق، وحتى الجوده كتبان جوده عاليه. وبصراحه كنقول هنيئا للمنتخب الجزائري ان عندهم هذا العقد مع اديداس. وهنا كنطرح واحد التساؤل يخص المنتخب الوطني المغربي. دابا هاد التوني هذا هو اللي كنلعبوا به حاليا وهو اللي لعبنا به نصف نهائي كاس العالم. وبصراحه انا كان تعجبني حتى قبل ما نمشيو به المونديال. علاش؟ لان كان تيذكر شويه بالتوني التاريخي ديال المونديال 98. لكن باش دوز من هذا لهذا انا بصراحه ما عجبنيش. نشوف هي مساله اذواق والاذواق لا تناقش، ولكن هاد التوني هذا ما عجبنيش. وهذا الراعي هذا بالذات اللي هي بيوما ما كيعجبنيش وما كيعجبونيش التصاميم ديال التونيات ديالو. باش نكونوا واقعيين اليوم اديداس ونايك هما احسن الرعاة، هما اللي كيصايبوا احسن التصاميم ديال الاقمصه ديال المنتخبات وديال الفراقي. ورسميا الناخب الوطني طارق سكيتيوي يتولى قيادة المنتخب الوطني المغربي المحلي واستدعى 26 لاعب في اللائحة الأخيرة. فيما يخص اللاعب ديالنا المغربي ابراهيم دياز فرح حسب موقع فيتشاخيس الإسباني والخبر أكدوه مصادر مغربية أن نادي باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو واللي حاليا كيلعب فيه اللاعب ديالنا المغربي أمين عدلي مهتم بالتعاقد معاه.